السلام عليكم. هنعمل النهارده بقى مرقة الدجاج من هياكل الفراخ. طبعا كلنا بنخلي فراخ في البيت. بنعمل بانيه، بنعمل شاورما، بنعمل ايا كان اللي بنعمله. مش عايزين نرمي بقى ايه العظم ده. تعالي بقى هقول لكم هنعمل بيه ايه. هنعمل بيه المرقة الجامدة دي اللي هي اصلا هسيبها على النار ساعتين ونص يعني 3 كمان. لا، هي ساعتين كفاية. آه لحد ما تقصر خالص كده بالشكل ده. ولما تحطيها في التلاجة ليلة كاملة، تاني يوم هتلاقيها جيلي كده بالشكل ده. الشوربة ما فيهاش غير بصل وجزر والورق اللوري والحبهان. وزي ما بتحطي للشوربة اي حاجة بتحطيها للشوربة عادي. سواء بقى القرنفل بتحطيه مثلا او بتحطي الفلفل الاسود والملح بتاعها كله ايه مظبوط. خلي بالك ان انت حاطه هنا في الشوربه بتاعتك ملح. هنعمل ايه؟ هنضرب الشوربه بتاعتنا دي او الجيلي اللي طلع من الشوربه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالهاند بلندر. عايزه تضربيه في الخلاط عادي عادي جدا اضربيه. تمام. بس هنضربه بقى لما نهرسه جدا ونخليه ناعم جدا كده. معانا بقى البهارات بتاعتنا، ودي اهم تكه بقى واهم حاجه. ان انا احط نص معلقه من القرفه، نص معلقه من البصل البودر، الثوم البودر، الكاري، الكركم، آه ورشه اللي هي البلحه دي اسمها ايه، جوز الطيب. تمام. معانا بقى الخمس معالق دي بتوعنا اللي كنت عرضهم في الاول دول. هننزل عليهم على معلقتين كبار من الزبده. وهنفضل نحمر فيهم لحد ما نشم ريحه الدقيق كده. تمام. في المرحله دي بقى هنزل بعد ما احمرها كويس على النار، هنزل بالبهارات بتاعتي. بص الاقي بقى الشقه بتاعتي اتقلبت ريحتها من كميه البهارات دي. وفي كمان بابريكا يا جماعه، البابريكا اللي هي الاسباني انا حطاها. لو عايزين تحطوا المدخنه تمام برضو عادي مفيش مشكله. ولو عايزين تضيفوا اي بهارات تانية برضو عادي. يعني هي اصلا المرقه عباره عن بهارات كلها. تمام. بنزل بعد كده بالخليط بتاعي اللي هو اللي انا هرسته بالهاند بلندر. وابتدي بقى الف فيها كانك بتعملي بشاميل بالظبط. تمام. هتفضلي تلفي فيها كده، تلفي فيها، ما تسيبيهاش خالص. ما ينفعش تسيبيها وتروحي اي مكان. تفضلي تلفي 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 لحد ما تفك معاكي خالص، زي ما بتعملي البشاميل بالظبط. تمام. هنبص نلاقي الخليط بتاعنا ايه بقى، ناعم كده وجميل، ناعم جدا. بس اهم حاجه ما تسيبيش من ايدك المعلقه يعني. اشتغلي شغالي يعني، عايزين قوه كده. مع انه والله مش هتاخد يعني وقت خالص، يعني هي اصلا كمان انعم من البشاميل. ناعمه جدا. وهتبداي تلفي فيها كده بالشكل ده لحد ما خلاص تحسي ان قوامها مظبوط جدا وخلاص. هنا انا كنت نسيت رشه جوز الطيب فحطيتها. تمام. انا بحب رشه جوز الطيب في البهارات، من البهارات يعني الحاجات اللي بحبها. تمام. بصي يعني بصي القوام عامل ازاي، ناعم جدا. تمام. بتحضري بقى صينيه او صاجه زي ما انا عامله كده. بتحطي فيها ورق من الزبده، وتنزلي بمرقه الدجاج بتاعتك او البشاميل اللي انت عملتيه ده. انزلي بقى على الورقه كده واعمليها السمك اللي انت عايزاه. اعمليها السمك اللي انت محتاجاه بالظبط. هتفضلي تفردي فيها كده وتظبطيها من الجناب وتظبطيها لحد ما توصلي للسمك اللي انت محتاجاه. طبعا هتعملي مكعب كده لذيذ كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. لحد بس ايه الصاجه طلعت كبيره شويه، فانا ايه لحد ما تكفي. بس لحد ما تظبط معايا هلم الورقه دي ايه عليها عشان ايه اظبطها. الصاجه دي بتروح فين بقى بعد كده؟ بتروح في الفريزر. بحطها في الفريزر تجمد ليله كامله. تمام. ليله كامله، ممكن 6 7 ساعات تطلعيها على فكره. يعني مثلا حطيتيها بالليل تطلعيها الصبح على طول. مش ضروري 24 ساعه يعني. تمام. اهي طلعت من الفريزر. بصوا بقى يعني بتطلع بمنتهى السهوله جدا من الصينيه او الصاجه اللي انت حطاها فيها. آه، شفت انا شلت الورقه ازاي؟ سهله جدا بمنتهى السهوله.
بصوا شايفين؟ بس واقطعها المكعبات بقى اللي انا حباها. تمام. طبعا اما تقطعيها صغير افضل، يعني هي دسمه جدا وجميله يعني، فقطعيها صغير افضل. تمام. هبتدي بقى اقطعها كده، انا بقى عماله اظبط فيها عشان ايه. طبعا والافضل انك تقطعيها وهي جامده. قطعيها وهي جامده عشان ما تفكش منك، وهي اصلا مش هتفك قوي يعني، بس ايه، عشان تتحكمي فيها براحتك قطعيها وهي جامده. تمام. يعني بس ممكن تسيبيها بعد تطلع من الفريزر 5 دقايق بالظبط يعني، وبعدين ايه ابتدي قطعي فيها بقى. تمام. ما تنسوش تعملوا لي لايك بقى وتشتركوا في القناه عشان ينزل لكم كل جديد باذن الله. تمام. وفي المرحله دي برضو صلوا على سيدنا محمد، ما تنسوش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هيطلع معاكي حتت كده برضو ايه يعني، شكلها مش ولا بد، عادي يعني، احنا اللي بنطبخ في بيتنا عادي يعني، هتستخدموها مش هترموها يعني. تمام. بس احنا هنا كده قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين عملت كمية بجد رائعة معايا يعني. حتى انا صورتها والفيديو اتمسح. فانا طلعتها بعد يومين 3 تقريبا من من الفريزر تاني عشان اصورها لكم تاني. كان حتى عليها تلج يعني. شايفين المكعبات تحفة ازاي؟ شايفين والله كأنها بجد جاية من بره. الحلو قوي بقى انك انتي اصلا عاملاها يعني على ايدك، وعارفة معمولة ازاي، يعني وحاجة نظيفة كده، وحاجة فاخر من الاخر. تعالي بقى نجرب مكعب المرقة بقى. جبت نص كوباية مية كده وحطيت فيها مكعب المرقة ودوبته في الكوباية. داب معايا زي الفل. بس خلاص. شايفين؟ ممكن تتبقى حتى يعني صغنونة، يعني هتدوب برضه، مش هتقعد، متقلقوش. عملت منها الرز بجد والملوخية والله تحفة. شايفين؟ الكمية دي كلها بقى انا ايه، هحطها بقى ايه، اكيسها بقى في اكياس ومش هطلعها من الفريزر. هحطها في الفريزر بتاعي اهو. شايفين؟ انا صورت لكم تاني اهو بالتلج بتاعها طالع من الفريزر. بس كده، دمتم بخير.